وآل محمد. لتعجيل صاحب العصر والأمر لا بأس بالثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوه. نقرأ لكم من مصيبة الزهراء مختصر. ما شاء الله روادي عندنا نحن من أول. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا مظلوم يا غريب كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا في خدمتكم سادتي، والله نفوز فوزا عظيما، والداخلين على البتول بيتها، والمسقطين لها أعز جنين، لكن كسر الضلع ليس ينجبري إلا بصمصام عزيز مقتدر، وجاز الحد بلطم الخيل، شلت يد الطغيان والتعدي، وللصراط رنة صداها في مسمع الدهر، وما أشجاها ولست أدري خبر المسمار، سن صدرها خزانة الأسرار، أبضعة الطهر العظيم قدرها، تدفن ليلا ويخفى قبرها، يا ويله من غضب الجبار بظلمه ريحانة المختار، تقل بس ما يا شهد ما شفت من دنياي، والله بس ما على عيني يمر النور، بس مار عليه لو الضلع مصيوب،
يا رسول الله عليل والضلع مصياب بس ما يا وده وين حماي الحميد والله وده وين حماي الحميد تقول لي صيح بصوت يمك بويا الاحتام اعلى خدي طاه الدمع سجاب يا ابو القاسم دليل من الهضم ذاب والله عقب عينك يا ابويا شلون بيه يا عقب عينك يا ابويا شلون ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسوف يعلم الذين ظلموا محمد وآل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لضيق الوقت نقرأ لكم شيء عن الزهراء، عن مظلومية الزهراء. عندما توفى رسول الله بقيت فاطمة غريبة عليلة وليس لها أحد. نساء المدينة ابتعدن عنها. أم أيمن تركت المدينة. تأتي فاطمة الزهراء: يا أبا معاذ لماذا تركتموني؟ قال لها: ابن عمك تأخر، كان علي المفروض موجود. أمير المؤمنين مشغول بتجهيز رسول الله. يا أيها الذين آمنوا تعالوا صلوا على جنازة رسول الله. اجتمعوا في سقيفة بني سعد وصنعوا ما صنعوا. بلال الحبشي ترك المدينة وهاجر في الصحاري. أغفى بلال. أتاه في المنام رسول الله قال: يا بلال لما تركت المدينة؟ قال: لا أستطيع أن أرى مكان حبيبي رسول الله خالي. قال: يا بلال قم من نومك وارجع إلى المدينة، فإن ابنتي فاطمة غريبة عليلة وليس لها أحد. قام بلال من نومه مسرعا إلى المدينة. لما وصل الباب شاف في الباب مو هذاك الباب الذي كان يأتي رسول الله ويقول: السلام عليك يا باب بيت أهل النبوة. شاف الباب محروق بالنار. لا إله إلا الله. خرج الحسنان. الله أكبر، شلون فرحة لقلب الحسنان. وصول بلال تسلية لهما. أسرع إلى أمهم الزهراء: أماه لقد عاد بلال. وصول بلال تسلية لقلبها وخاطرها المنصدع. استأذن وسلم عليها. قالت له: عدت يا بلال؟ قال: نعم سيدتي. قالت: يا بلال لما تركتني؟ هذول كلهم أعرضوا عني. قال لها: مري ما تريدين، أنا في خدمتك سيدتي. قالت له: يا بلال أنا مشتاق أن أسمع صوتك وآذانك، ليتجدد عهد رسول الله بأذان بلال. انتشر الخبر في المدينة.
يا أيها الناس أيها المؤمنون، هاليوم بلال راح يأذن والناس تنتظر آذان بلال كأن على رؤوسهم الطير. صار وقت الأذان، ولكن هذا الأذان ماذا صنع بقلب فاطمة؟ فصح بلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بينما الزهراء تقول عندما كان بلال يؤذن كان أبي يتوضأ في داري، فصاح بلال أشهد أن لا إله إلا الله. فصاحت سيدة النساء أبا من للمنبر والمحراب بعده. فصاح بلال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لما سمعت سيدة النساء ذلك الصوت وذلك الاسم صرخت صرختين ووقعت مغشية على الأرض. ركض الحسنان إلى المسجد وهما يناديان يا بلال يا بلال اقطع صوتك وآذانك الآن تموت أمنا فاطمة. بقيت على هذه الحالة ليل نهار إلى أين استراحت من الدنيا. استراحت فاطمة ولكن بقي أطفالها صغار، أطفال ما عندهم شايفين أطفالكم لما يجون من المدرسة ينادي يمه يمه وينك يا يمه، وإذا رأى أمه هدى واستقر وهجى. الطفل الصغير أول ما يدخل البيت ينادي يمه إذا رأى أمه هدى واستقر، ولكن ويل على اللي ما عنده طفلة صغيرة تريد أمها، الأبو يسكتها ينيمها، وإذا ناموا جميعا ذهب علي عند قبرها وهو يبكي. أمير المؤمنين يبكي عند قبر الزهراء، يبكي يرثي. شو يقول؟ يقول لكل اجتماع من خليلين فرقته، وكل الذي يريد الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوب خليل. غفى علي عند القبر فأتته في المنام سيدة النساء وهي تقول يا علي يا علي
ارجع إلى البيت. قال حبيبتي يا فاطمة أما قلت يا علي لا تفارقني عند قبري، فإن الميت يأنس بصوت القرآن عند قبري. قالت بلى ولكن يا أبا الحسن قم وارجع إلى البيت، فإن ابنتي زينب قد انتبهت من نومها. زينب انتبهت من نومها. يا علي اسرع وشكتها. فأسرع علي إلى البيت، فتح الباب لقى الحسن نايم، الحسين نايم، أم كلثوم نايمة. زينب وين؟ في حجرة أمها، وهي تضع مصلى أمها على خدها، وهي تنعاها وتنعى حزنها وشكواها إلى أمها. أسرع عليا واحتضنها، أخذها على قلبه. حبيبتي زينب لما لا تهدئي؟ لما لا تهجعي؟ قالت أبا أنا مشتاقة إلى أمي فاطمة. ليش راحت أمي؟ ليش خلتني لوحدي؟ أبيات الدعاء الأبيات هاي. زينب تردف مهاب قلب مجروح، تسجيل دمعها وتون وتلو. شو تقول؟ تقلها يا يما هجرتيني بزغر سلي فقدك فجعتيني. يما يا يما عليك ما يبطل وبيني، دمعت سايلة والجفن مجروح، والله دمعت سايلة والجفن